اهلا بيكم يا جماعه معايا في حلقه جديده من برنامج نقطه التحول. وفي حلقه النهارده باذن الله احنا هنتكلم على كيفيه علاج المدمن او الشخص المصاب بالادمان. واول مرحله معانا من مراحل العلاج هي مرحله الديتوكس او التدخل الطبي. وفي المرحله دي بيتم سحب السموم من جسم المدمن، وبيكون دور الاطباء اللي هم بيساعدوه ازاي يتعامل مع الاعراض اللي بتصيبه نتيجه انسحاب المخدرات من جسمه، عن طريق اعطائه بعض المسكنات، تعليق بعض المحاليل، ومساعدته ازاي يتقبل فكره اللي هو المخدرات بتنسحب من جسمه. تاني مرحله معانا وهي العلاج النفسي اللي هو CBT، وده بيساعد المدمن اللي هو يغير انماط تفكيره وطريقه حياته علشان يقدر يعيش وهو متعافي بعيد عن المخدرات. وفي حاجه كمان وهي المساعده الذاتيه. المساعده الذاتيه دي المدمنين بيساعدوا بعضيهم، وبتكون في مجموعات دعم خارجيه زي اجتماعات NA، زي اجتماعات AA اللي هي مدمنين المخدرات المجهوله او مدمني الكحول المجهولين، وهم بيساعدوا بعضهم. وثالث حاجه معانا في مراحل العلاج وهي اعاده التاهيل. اعاده التاهيل دي اللي هو ازاي بنأهله اللي هو يقدر يعيش حياته بدون مخدرات، وازاي يتعامل مع ضغوطات الحياه اللي كانت سبب اللي هو يلجأ الى تعاطي المخدرات. واحدث حاجه معانا في علاج مريض الادمان هو دور اللايف كوتش في حياه المدمن. واللايف كوتش بيساعد المدمن اللي هو يعمل حياه جديده لنفسه عن طريق التوجيه والدعم العاطفي للمدمن، وازاي يتعامل مع عواطفه، وازاي اللايف كوتش بيوجهه في حاجه زي كده. وايضا اللايف كوتش بيساعد المدمن في وضع اهداف لحياته بعيد عن المخدرات، ويساعده اللي هو يحققها، سواء كانت الاهداف دي قصيره المدى او طويله المدى. وثالث حاجه بيعملها اللايف كوتش اللي هو بينظم حياه المدمن، حياته اليوميه. بيعمل له جدول علشان يقدر يشغل يومه ويقدر يعمل حاجات مفيده في اليوم بتاعه. وفي نفس الوقت اللايف كوتش بيساعد المدمن على التغلب على الانتكاسه، بمعنى اللي هو بيحط له خطه تساعده اللي هو يبعد عن اي محفزات او اي حاجه ممكن تؤدي اللي هو ينتكس ويرجع يتعاطى مخدرات تاني. وفي نفس الوقت اللايف كوتش بيساعد المدمن اللي هو برضه بيوجهه تعليميا ومهنيا، بمعنى لو كان المدمن شخص متعلم وكان يعني واجه صعوبات في تعليمه نتيجه الادمان، اللايف كوتش بيساعده تاني اللي هو بيحط خطه ليه اللي هو يرجع يكمل تعليمه. واذا كان الشخص المدمن ده مثلا كان بيشتغل، اللايف كوتش برضه بيساعده اللي هو ازاي يرجع لشغله وحياته المهنيه ويقدر يقدم فيها مجهود ونجاح بعيد عن المخدرات. وايضا اللايف كوتش بيساعد المدمن في بناء شبكه دعم. بتكون شبكة الدعم دي من بعض المعالجين، من بعض أصدقائه المتعافين، بعض أفراد الأسرة، علشان يوم ما يواجه مشكلة يلاقي حد جنبه اللي هو يقدر يتكلم معاه. وفي نفس الوقت اللايف كوتش برضه بيساعد المدمن على التدريب على المهارات الحياتية، بمعنى لو الشخص المدمن عنده بعض المهارات مثلا زي الرسم، عزف الموسيقى، بيساعده اللي هو يعني يبتدي يعمل الحاجات دي تاني، وبيحط له خطه اللي هو يمشي في حياته بدون تعاطي المخدرات. وفي النهايه زي ما قلت لكم بقول لكم كل مره، المرض الادمان مرض قاسي ومرض صعب، لكن سهل علاجه مع الدعم والتوجيه المستمر. واحنا هنا علشان نساعدكم ونقدم لكم الدعم اللي انتم تحتاجوه، سواء كنت مدمن او مدمنه او كنت ولي امر او كنت وليه امر. احنا هنا علشان نساعدكم ونقدم لكم الدعم، وارقامنا موجوده ومنصاتنا على السوشيال ميديا موجوده، واحنا تحت امركم في اي حاجه. وما تنسوش تشاركوا الفيديو وتفعلوا جرس القناه ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم وليد خطاب، ادكشن ريكفري كوتش.